تخبل، وتركون هاي الكمية وبعدك ضعفها، وهذا كلياته بس بقلاصين تمن. حلا سريع ومفيد للتوزيع. اكو حد ما يعرف الزردة؟ تريد المكونات والخطوات مالتها؟ تعالوا وياي. مرحبا حبايب، ان شاء الله كل بألف خير، وياكم علي. طبعا اليوم عندنا طريقة عمل الزردة، واكو طرق للزردة، بس انا الطريقة مالتي مضمونة 100% وتطلع لكم اطيب طعم للزردة. بالنسبة للكميات، اللي يسوي كميات كبيرة مثلا للتوزيع يستخدم لكل كيلو تمن عنبر كيلوين من الشكر وبطل واحد من الزيت. يعني هي قاعدة ثابتة، كل كيلو تمن العنبر كيلوين شكر وبطل واحد زيت. تردون تضاعفون الكمية، ضاعفوا الكمية، تصير كيلوين تمن عنبر، تصير 4 كيلوات من الشكر وبطلين من الزيت. بالنسبة للكميات القليلة اللي مثلا تردون تسووها يعني بالمنزل، تستخدمون 2 كوب من التمن العنبر. اكيد التمن العنبر لازم تنقعوه قبل يوم كامل، قبل يوم بالمي على مود بالطبخ يصير عندكم اسهل. وبالنسبه للشكر راح نستخدم 4 اكواب من الشكر، يعني قلاصات من الشكر. وبالنسبه للزيت راح تستخدمون قلاصين زيت. بالنسبه للزيت تقدرون تستخدمون اي نوع من الزيت، بس اني بالبيت يعني نستخدم يا اما زيت الزيتون يا اما زيت الارز. وعندنا بالنسبه للاكواب القياسيه اللي دا استخدمها، انا بالنسبه لي دا استخدم الكوب مالت الانقور، موجود باي بيت اتوقع، واذا انتم يعني ما عندكم هذا الكوب تقدرون تستخدمون الاكواب القياسيه. وعندنا بالنسبة للون الزردة تقدرون تستخدمون طريقتين. الطريقة الأولى اللي هو الزعفران، إذا عندكم الزعفران الأصلي، لازم الأصلي، تنقعوه مثلا ساعة أو ساعتين بمي دافية عمود يذب كل اللون مالته. أما بالنسبة للي يعني ما يقدر يشتري الزعفران الأصلي لأن سعره شوية غالي، تقدرون تستخدمون صبغة اللوزينة. صبغة اللوزينة تروحون مع عطار تقولوا صبغة اللوزينة ينطيكم من عندها. تستخدمون طرف خاشوقة الشاي من صبغة اللوزينة، بالبداية تذوبوها بالمي وظلوا تضيفوها شوي شوية للخليط داخل القدر، لحد ما يصير عندكم اللون مالت الزردة اللي انتم تردوه. بالنسبة للتزيين مالت الزردة، اكو شغلتين اساسية هي بالتزيين تستخدموها، اللي هو اللوز، وتستخدمون دارسين، هذا غيره يعني ما يصير للزردة. وبالنسبة ايضا للهيل لازم تضيفون هيل يعني بالزردة، بس بعد شوي راح اقول لكم على المقادير المضبوطة مالتها. وكوايا يعانون من خطأ يصير بعد مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات من صب الزردة، أو حتى بعد يوم باليوم الثاني، يعني تصير الزردة تمصل وتشكشك وتصير بيها مي. هذا الخطأ راح يصير بالأثناء عملية الطبخ، راح تسوون أنتم خطأ يعني بسيط وراح يصير أثناء الطبخ. راح نبهكم عليه بعد شوية من نطبخ الزردة، وراح أقول لكم على المرحلة الصحيحة اللي توصل لها الزردة تقدرون بها تصبون الزردة بالماعون، وما راح يصير عندكم هذا الشيء بعد ساعة أو ساعتين من صبها. وبالنسبة اللي يقول لي اكو اضافات مثل يضيفون قيمر او يضيفون حليب، هذه الاضافات يعني هيك يعني اساسا تخرب طعم الزردة وتتغير تماما. الطعم الزردة الاصلي هي هذا، بس هذه المكونات. بالنسبة للحليب والقيمر وهاي هذين يحطوها على صفحة، يعني ما يرهون ويا الزردة. وهسه بعد ما خلصنا كل المكونات، اول خطوة راح نسويها راح نحط التمن بالقدر. وهسه بس احط التمن بالقدر ارجع لكم. حبايب هنا حطيت التمن بالقدر وغطيتها بالمي لحد ما يعني هاي غطى المي كل التمن. وهسه راح اغطيه واعلق النار عليه. بعد ما يفور راح احطه على عين ناصية واخليه لحد ما ينطبخ وارجع لكم. حبايب بعد ما فارت وحطيتها على الناصية مثل ما قلت لكم، وصلت لهاي المرحلة كن مرد التمن كله. بدل ما اقعد بداية امرد التمن بعد اكثر، راح احطه بالخلاط. وانتم تقدرون مثلا تحطوه اما بالخلاط ما تعمد تهرسوه كل جزئين التمن، او تستخدمون البلندر، او تستخدمون خفاقة الكيك. هاي حبايب بعد ما ضربتها بالخلاط، طبعا انا افضل تضربوها بالبلندر افضل، على مود يعني تبقى بنفس القدر واسهل لكم. بس انا لان البلندر عندي عطلان فضربتها بالخلاط مثل ما تشوفون. حبايب مثل ما قلت لكم قبل شويه، بالنسبه للهيل راح احط اسوي خاشوقه اكل هيل واذوق بعدين الطعم. اذا يعني ها هي اذا لا والله يراد له بعد هيل احط. وهو الهيل حسب يعني الذوق، مثل الشكر حال الشكر. اذا تردوا مثل بالشكر اذا تردوا حلو تزودون، اذا ما تردون حلو يقللون، نفس الوضعيه الهيل. طبعا حبايب هي هاي اهم مرحله، لازم ايدكم والخوط بس تخوطون بيها، لان اذا عفتوها ولو شوي دقيقه دقيقتين تلجع مباشره، فلازم تظلون تخوطون يعني خوط مستمر. طبعا حبايب مثل ما قلت لكم قبل شوي، بالنسبه للون تقدرون تستخدمون صبغه اللوزينه، واللي عنده زعفران اصلي يسوي مثل ما هسه مسوي. انا حاليا نقعت الزعفران بمي دافي مده ساعه ساعتين، شوفوا ذب كل لونه. راح نظل نضيف شوي شوي بالمي مالت الزعفران لحد ما نوصل للنتيجه مالت اللون اللي احنا نريدها، بعدها نتوقف.
حبايب طبعا بعد ما وصلنا لهذا اللون اللي احنا نريده اساسا راح نضيف الشكر. حبايب بعد ما قبل شوي ضفت الشكر، هسه دا اضيف الزيت. قلت لكم على قبل شوي على مشكله تواجه البعض اللي هي مشكله التمصيل، ويصير بيها مي بعد ساعتين 3 ساعات او يوم واحد من الصب مالت الزردة. قلت لكم راح لكم مرحله صحيحه توصل لها، هي هاي المرحله تقوم تبقبق وتقوم تطفر عليكم وتجويكم. ليش؟ لان تماما يعني نشفت من المي، التم العمر مو نقعناها بالمي، هسه تماما نشفت من المي. فهي هاي المرحله الصحيحه على تصبون بها الزردة. حبايبي بالنسبة للأشخاص اللي يريدون يضيفون لوز بعد ما قريب كلش تريدون تصبوها، ورا ما تصل هاي المرحلة تضيفون اللوز وبعدها تصبون. حبايبي بعد ما ضفت اللوز كله، هاي المرحلة الأخيرة اللي وصلنا لها صراحة، بعدها هي أصب بالماعون ورايكم ياه. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو وخلصت الزردة كلها، وبالاخير زيناها بالدارسين طبعا، والكميه صارت خير من الله. عندكم ذني 4 وبقت 4 هناك حطيناهن. كتبوا لي بالتعليقات اذا نجحت عندكم لو لا، وشنو اللي واجهتوه خطا، واذا تبدون وصفه ثانيه كتبوا لي اياها بالتعليقات وان شاء الله اسوي لكم اياها. وراح تلقون كل الكميات مالت المقادير موجوده بالوصف، بالنسبه اذا الواحد يسوي كميات كبيره او كميات الصغيره. وبالاخير لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقيكم في الفيديو القادم، مع السلامه.